على القرارات السريعه اللي دايما باخدها بسرعه 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 كده، وابص الاقي نفسي واخده قرارات. فين اللايك الاول؟ النهارده احنا في الارض، في وسط الزراعه، في وسط الزراعات الجميله، في ارض الفلاحين اللي هي ارضنا اللي انا بحبها. ما تنسوش اللايك ويلا نكمل الفيديو، عشان في شويه رسائل كده عايزه اقولها، وفي نفس الوقت نصايح حلوه قوي حابه اوصلها للناس اللي قاطعين صله رحم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه مع مروه. النهارده بقى يعني بقالي فتره كده ما روحتش العزبه. انتوا طبعا عارفين ان انا متجوزه في مكان بعيد عن امي، حتى ما جبتش لبس. فجاه كده وانا طالعه من المدرسه لقيت نفسي لا، مش عايزه اروح النهارده البيت عندي، ومش عايزه اروح على السطح. زي ما انتوا شايفين كده انا لابسه خمار امي وجلابيه امي كمان، عشان ما جبتش معايا هدوم. الاول كده نصلي على النبي، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الايام الجميله اللي احنا بنمر بيها ديت. كل سنه والامه الاسلاميه جميعا بخير. النهارده قلت لا، انا مش محتاجه اروح النهارده البيت، لا والله انا مزاجيه شويه، على طول اي حاجه تطلع في دماغي تلاقوني اعملها، مش بفكر، لا 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 لا. لقيت نفسي عايزه اروح العزبه، محتاجه ان انا اقعد شويه في العزبه، محتاجه ان انا اشوف الزرع بتاع العزبه، وحشني جدا. لو انتوا معايا ومتابعيني من اول ما فتحت القناه هتعرفوا من اللي انا كان بدايتي هنا من ارض ابويا، من العزبه هنا. وكانت بدايتي كده، وحبي بقى للزراعه، عشان انا نشأت في بيئه زراعيه، بس طبعا مش كنت بزرع ولا حاجه. عشان كده عملت زراعه الاسطح. وزرعت السطح بتاعي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم الجو دلوقتي احنا مثلا وقت الغروب، لو انتم شايفين كده انا عايزه احاول اجيب الشمس، بس مش عارفه اجيبها. وقت الغروب ده بيبقى له حاجه جميله جدا 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 عندي، لاني طول عمري من وانا صغيره، من قبل ما اتجوز، اول حاجه كنت بعملها كل يوم في نفس الميعاد اللي انا ماشيه فيه ده، اللي انا اجري على طول واروح امشي على المشايه اللي انا ماشيه عليها ديت. بحس بجمال الطبيعه، بكل حاجه جميله وحلوه. سامحوني بقى لو الدنيا بايظه شويه، ده بسبب زي ما قلت لكم كده انا معيش لبس ولابسه لبس امي. طبعا انتوا عيلتي التانيه، يعني ما فيش احراج بينا ولا حاجه. احنا طبعا دلوقتي عايزه اقول لكل الناس اللي متجوزه بعيده عن اهلها، ما تنسوش اهلكم في زحمه الايام. ما تنسوش لو باباك عايش اجري وروح له، مامتك عايشه ربنا يبارك اجري وروح لها. ما تنسوش حبايبكم في زحمه الايام، اسالوا عنهم وادوهم، بالذات الناس الكبار يا جماعه. يعني امي ديت ما شاء الله جده لاولاد كتير، جده الجده كمان. بحسها بتفرح قوي 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 اول ما حد يتصل منها من عيال اولادها. فعشان كده نصيحه لوجه الله، صلوا رحمكم، ما تقطعوش الرحم مهما كانت الاسباب. مفيش حاجه يا ماما انا هجيلك بعد شهر، ليه يا ماما انا هجيلك بعد شهرين، ليه يا ماما مش عارفه ايه، مش عارفه. في كلمتين كده حابكني عايزه اتكلم فيهم، وطبعا انتوا بتسمعوني، وكمان مش بتسمعوني بس بتحبوا تشاهدوني وانا عارفه كده. فانا عايزه اقول لكم مفيش حاجه اسمها يا ماما انا هجيلك بعد فتره. امك ثم امك ثم امك. لازما تجري على طول تروح لها تراضيها. استغربت النهارده حد بيطلب مني حاجه معينه، مع ان ابن الشخص ده بيعمل الحاجه دي. طب انت بتطلبي مني ليه؟ يعني انا مش عايزه اوضح اكتر من كده. بتطلبي مني ليه؟ طب ما انت عندك اهل الحاجه دي. ده لو رجع هيرجع بقى لايه؟ ان الاولاد الذكور دايما معظمهم، مش هقول كلهم، قاسيين شويه، واول ما بيقسوا على اللي هم بيحبوهم، الاب والام. صلة الرحم يا جماعة، احنا في ايام مفترجة، ايام جميلة، ايام حلوة، اغتنموها. صدقوني والله 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 ما في احلى واجمل من صلة الرحم، انك تعملها الايام دي. ومش في الايام دي بس، في كل الايام صلوا رحمكم، ابوك وامك، اخواتك. دعوة من قناة مع مروة لصلة الرحم.
مفيش حاجة اسمها مشغول. يعني انت مشغول على فئة معينة، والفئات التانية اللي انتوا بتروحوا عندهم وايه مش مشغولين عنهم. ازاي؟ اقسم بالله، اولا انا مش معادي خالص اللي انا اجي النهارده. غالبا انا بنزل الجمعة وبنزل يوم الاجازة بتاعتي. لقيت نفسي لا 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 لا، امي انا عايزة عايزة اشوفها، عايزة اقعد معاها، عايزة ابات معاها، عايزة احتضنها. يا عالم الايام بتجري يا جماعة، ويا عالم هم معانا دلوقتي، يا عالم بعد كده هم فين. اعمل الحاجات اللي ما تندمش عليها بعد كده، وتقول يا ريتني رحت عند امي، يا ريتني كنت بروح لها كل شويه، يا ريتني، يا مش عارفه ايه، بعد ما يكون خلاص الوقت راح. طب ليه في ايدك دلوقتي، وفي ايدك دلوقتي تغتنمي الحاجات الحلوه. انت عارفه يعني ايه جبر الخواطر؟ انت عارفه يعني ايه صله الرحم؟ انت عارفه يعني ايه الحاجات دي؟ يعني بالك رايق، يعني ايه؟ يعني كل حاجة هتعوزيها ربنا هيديها لك. يعني ايه؟ يعني ربنا دايما كرمك من عنده، في رضا في حياتك. لو سألت عن الرضا ده، الرضا ده عشان انتي بره بوالديكي، بره باهلك. جبر الخاطر، ما تقولوش يا ولاد ان جبر الخواطر ده، ما تقولوش ان جبر الخواطر ده هيقلل من رزقي. لا، جبر الخاطر عمره ما كان اروح واشيل واودي، لا خالص مش كده. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، التليفون يا جماعه، سيبكم من حكايه التليفون، سيبكم من حكايه الو ماما انت عامله ايه، الو يا اختي انت عامله ايه، الو ايه ده. في حاجه اسمها اروح وابوس ايديهم وابوس ايديها، واشوف ابويا لو عايش، واشوف امي وارتمي في حضنهم ده جنه. اقسم بالله حضنهم جنه. يلي بتشتكي الفقر، يلي بتشتكي الهم، يلي بتشتكي عدم راحه البال، يلي بتشتكي حاجات وحشه في حياتك كتير، شوف اهلك، دور عليهم، شوف حبايبك، شوف اصدقائك، شوف اهلك الاول، شوف اجبر الخاطر. جبر الخاطر مش لازم تشيل وتودي، جبر الخاطر بريء من اني اشيل واودي. جبر الخاطر ممكن ده يبقى بكلمه، قادر بالكلمه اعملها، قادر على حسب امكانياتك، على حسب امكانياتك في جبر الخاطر. ايدي وجعتني عشان انا ما فيش ستاند، بس انا صراحه سعيده النهارده، سعيده. كان في كلمتين عايزه اقولهم. يبقى الانسان رايح متغرب وي ما يدورش على حد قريبه. ليه يعني؟ الدنيا حصل فيها ايه؟ الدنيا جميله وحلوه لو احنا جبرنا الخاطر، شفنا قرايبنا، شفنا حبايبنا. ها الدنيا اجبروا الخاطر فيها، تعيشوا مرتاحين، صلوا رحمكم، يطول في عمركم ويديكم من وسع. الدنيا جميلة لو اغتنمناها صح، الدنيا حلوة بأهلنا ووجودهم معانا، الدنيا حلوة قوي لو رضينا أبونا وأمنا. مش أنا اللي بقول الكلام ده، ده القرآن اللي بيقول كده، وكل الديانات بتقول كده. ماشي؟ طيب أنا أبويا ميت، هكبر بخاطره إزاي؟ اقرأ له الفاتحة، اتصدق عليه، اعمل حاجات حلوة توصل. حتى لو مامتك لا قدر الله، ما تستنوش من الحبايب بتاعتكم ان هي تفارقكم وتقولوا يا ريتنا. كلمة يا ريت مش بتعمر بيت زي ما بيقولوا كده. حبوا الايام بوجود اهلكم وسطكم، حبوا كل حاجة جميلة. ماشي؟ انا قلت لكم ما تنسوش اللايك ولا ايه؟ ما تنسوش اللايك. طبعا احنا النهارده انا كنت عايزه اتكلم معاكم، ما كنتش عايزه حاجه تانية، انا كنت عايزه بس اتكلم معاكم. وصراحه انا ارتحت لما اتكلمت. دي رسائل موجهه على فكره، دي رسائل موجهه علشان ناخدوا بالنا شويه، ناخدوا بالنا من حاجات كتير. الدنيا مش مستاهله، اقسم بالله ما هي مستاهله خالص. ريحه امي في جلبتها، ريحه امي في هدومها، حباها وهي عايشه، وهفضل برضك على ذكراها وحباها لا قدر الله. اجبروا الخواطر. في الرز دلوقتي في الصيف، والصيف ده اكتر حاجة بيزرعوا فيها، بيزرعوا طبعا الرز زي ما انتم شايفين كده، وبيزرعوا كمان شهد، وبيزرعوا كمان ذرة، وبيزرعوا كمان لب، حاجات كتير 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 كتير. طبعا انتوا اكيد عارفين، بس النهاردة انا كنت بقدم رسائل مش اكتر. يلا ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك يا جماعة، عايزين القناة تكبر بوجودكم معايا.